كلنا عارفين احنا هنا ليه. انت اكيد شفت اسم الفيديو او الثامنيل بتاعته وده خلاك تدوس على الفيديو. بس قبل ما نشوف هنتعلم ازاي نقرا احسن بالانجليزي لازم اسالك سؤال، والسؤال ده اجابته هتفرق في حاجات كتير قوي قدام. هيخليك تحدد اولوياتك وتركز على نقط ضعفك، وبالتالي هتقدر توظف طاقتك في الاتجاه المناسب ليك عشان يطور من لغتك بالشكل اللي انت عايزه. السؤال اللي لازم تساله لنفسك هو ليه انت عايز تقرا انجليزي. الأسباب كتير مش هنقدر نحصرهم في فيديو واحد، بس ممكن نتكلم عن الأشهر فيهم. يمكن أكتر سبب ممكن يكون شدك إن أنت تدور على إزاي عايز تقرا إنجليزي هو الكتاب اللي عمال يعدي قدامك في كل حتة، عمال تشوفه على كل الويب سايتس أو على السوشيال ميديا أو في بوستس أو ناس مصوراه أو ناس بتتكلم عنه، وجالك فضول كبير قوي إن أنت تقراه، بس أنت مش عارف تقراه لأن هو بالإنجليزي، وللأسف لحد دلوقتي ممكن يكون ما ترجمش للغة العربية. في أسباب تانية كتير، البير بريشر، الضغط من المجتمع اللي حواليك، أو الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، إن أنت تخاف تعيش وتموت وتعدي عليك او تفوتك حاجه كل الناس قالت ان انت ما ينفعش تعيش من غير ما تجربها مره في حياتك، ان انت عايز تفتح لنفسك مجال ان انت تتعرض على افكار ووجهات نظر مختلفه اوسع بكتير من اللي احنا مقيدين بيها في مجتمع القراءه باللغه العربيه. روايات كتير وكتب كتير في العموم بتتكتب بالانجليزي وبلغات تانية غير الانجليزي، لما بتترجم اغلب الوقت بيبداوا ترجمتها للانجليزي. كتب كتير مشهوره عالميا ودوليا اترجمت للانجليزي ولكن لسه لحد دلوقتي ما اترجمتش للغه العربيه. سوق الكتب المترجمه باللغه العربيه بقى ماشي بسرعه ممتازه دلوقتي، وبدا اكتر بكتير انه يواكب الترندات، ولكن مهما كان مجتمع ترجمه الكتب سريع فهو عمره ما هيقدر يمشي بنفس سرعه الترجمه الدوليه، وللاسف هنفضل طول حياتنا في كتب مش عارفين نوصل لها بسبب ان هي لسه ما اترجمتش عربي واحنا مستنيينها تترجم عربي. عشان كده كتير مننا بيلجأ ان هو يحاول يتعلم يقرا بالانجليزي عشان الكتب دي تبقى اكسسبل ليه ومتاحه ليه اكتر، لان خلينا عقلانيين، اللغه الانجليزيه تعتبر دلوقتي اللغه العالميه اللي كل الناس لازم تتعلمها بشكل او باخر بنسب مختلفه عشان تقدر تحتك بالواقع. لكن ما ينفعش نتغاضى عن ان لازم يكون في جزء من العلم باللغه الانجليزيه اللي يقدر يخلينا نعرف نمشي دنيتنا. لو احنا عايزين نتثقف اكتر ونزود ده فده شيء مش وحش، احنا كده مش بنهمل او بنذبل اللغه العربيه وبنتغاضى عنها، بس الانسان ما ينفعش يكون حاطط نفسه في كادر واحد طول العمر وبيشتكي ان اللي حواليه بيتطوروا وهو قاعد مكانه عشان هو عايز يتمسك بهويته وبقضيته، مع انه ممكن يكون متمسك بيها ومع ذلك يقدر يكون منفتح على العالم اللي حواليه. وده كمان بيخليه يقدر يتعرض على قضايا ومشاكل وواقع مختلف، بتبقى مصادر العلم من فئات مختلفة متاحة اكتر ليه، وبالتالي بيقدر يبقى واعي العالم حواليه بيفكر ازاي ودماغه بتدور ازاي. مش بالضرورة بيتأثر بالافكار دي او بيتجه ليها، بس على الاقل بيبقى واعي بحيث انه يقدر يكون حجته قدام الافكار دي. من الاسباب المهمة كمان الريسيرش او الستاديز اللي الاغلبية منها دلوقتي بقت بتتكتب باللغة الانجليزية لان دي اللغة الاكسسبل لمعظم الطلاب. لازم تجاوب على السؤال ده عشان تعرف انت عايز تتعلم انجليزي لايه بالظبط. هل انت عايز تتعلم الانجليزي العام، لغة عامة الشعب اللي الناس بتتكلمه في الشوارع، ولا عايز تتعلم الانجليزي الاكاديمي اللي هيقدر يخليك تقرا مراجع، ولا انت مثلا عايز تقرا الكلاسيكس بلغتها الاصلية او كتب تقيلة زي الفانتسي والساي فاي؟ فانت محتاج توجه مجهودك وطاقتك في الاتجاه المناسب، لان في زماننا ده العمل الشاق او الوركينج هارد مش هو اللي بيوصل للنتيجة اللي انت عايزها. في مصطلح اسمه ورك سمارت، مش لازم تبذل مجهود كبير بس تبذل المجهود ده في المكان المناسب، وده هيعود عليك بنتيجة احسن بكتير من لو كنت قعدت شهور وسنين بتحاول تتعلم بس بتتعلم بالطريقة الغلط. قولوا لي في الكومنتس انتوا عايزين تتعلموا انجليزي ليه. اول حاجة واللي يمكن تبان حاجة بديهية جدا ومش محتاجة تفكير، بس اوقات كتير فعلا بنحتاج حد يقول لنا ده عشان نعرف نفتكر، واوقات كمان بنبقى عارفين المعلومة دي بس دماغنا مش قادرة تتقبلها، بنبقى عارفينها نظريا لكن عمليا مش عارفين نطبق ده على الواقع، وهي اننا نكسر الحاجز بيننا وبين اللغة. الرهبة او الخوف من حاجة انت بتعملها لأول مرة، من حاجة انت طول عمرك بتشوفها بتحس ان هي بعيدة عنك وانك عمرك ما هتقدر توصل للمرحلة دي، وبتبدأ تخلق سيناريوهات في دماغك قد تكون او لا، بس اغلب الظن هي سيناريوهات وهمية، هي بس عمالة تبعدك عن النقطة اللي انت بتحاول توصل لها، بتخليها اصعب في مخيلتك انت. وده الحاجز النفسي اللي ناس كتير بتفضل واقفة عنده طول عمرها. الاعذار والاكسكيوزز مش هتنتهي، هتفضل تخلق لنفسك اكسكيوز تاني يوم بعد يوم بس عشان ما تبدأش. فالبداية
البدايه هي اصعب خطوه. انا فاكره اول مره اكتشفت فيها ان انا ممكن اكون بعرف اقرا انجليزي، كنت في اعدادي وكنت ماشيه في مكتبه الشروق، وكنت معوده نفسي ان انا بتفرج في الاسم العربي بس، عمري ما خطيت رجلي في الاسم الانجليزي ده اصلا. وبالصدفه عديت جنب ركن، والركن ده كان فيه روايات اللي هي الميدل جريد اللي معموله للاطفال اللي في سن ابتدائي مثلا. عديت جنب كتب معروفه زي هاري بوتر وسبايدر ويك وغيره، وبعد كده وقف قدامي كتاب كان وقتها مشهور قوي من سلسله سبتمس هيب. الكتاب كان شكله حلو ومغري وكان قصير وصغير كده، فيخلي الواحد يمسكه عادي يشوف هو بيقول ايه. ومسكته وفتحت الصفحه الاولى وقريت اول جمله، وفاكره اللحظه دي ان انا ادركت ساعتها ان انا فاهمه الجمله دي مش صعبه. انا بدرس انجليزي في المدرسه، بس الانجليزي ده عمره ما صور لي ان انا اقدر او يكون عندي المهاره اعرف افهم اي حاجه بره للمنهج بيديهولي، وبالتالي عمري ما جربت احاول اصلا. قريت الجمله اللي بعدها ولقيت نفسي عارفه افهم برضو، لحد ما لقيت نفسي بعدها قريت يمكن صفحتين او 3 وانا واقفه في المكتبه، وما خدتش بالي حتى ان الوقت عدى وان انا قريت كل ده. ما اشتريتش الكتاب ده يومها، بس رجعت البيت وقعدت افكر وقلت طب ما يمكن انا بعرف اقرا انجليزي، بس انا عمري ما حطيت نفسي في المكان ده وعمري ما حاولت عشان اعرف اشوف واقيس مهاراتي وصلت لحد فين. مشكلتنا ان احنا مش بنعرف نتخيل اننا ممكن نوظف اللي درسناه بره اطار الدراسه. الحاجه اللي احنا بنذاكرها عشان نمتحن فيها وبعد كده بننساها. وبالذات تعلم اللغات، بشوف ان المستوى اللي احنا بنوصل له، لو هتكلم عن دراسه الحكومه بتاعه ثانوي بتاعه مصر، بتوصلنا لمستوى حلو جدا في الانجليزي، بس احنا عمرنا ما خرجنا بره كتاب الهلو بتاع المدرسه او الورك بوك اللي كان بيجي معاه زمان، ونقرا الكام شابتر بتوع الشورت ستوري اللي جايه مع الكتاب، ونحفظ الاسئله والاجوبه اللي بتيجي في اخر الشابتر. طب ما انا بعرف اقرا قصه اهو، قصه يمكن صغيره ممكن تكون كلها 30 صفحه في الاخر، بس انت قريت قصه بالانجليزي، مش القصه الاصليه طبعا، مش الروايه الحقيقيه اللي الكاتب نشرها، بل بتكون نسخه مبسطه منها، بس انت عرفت تقراها. ليه ما حاولتش تقرا قصه تانية؟ مش هقولك الكتب الكبيره قوي اللي الناس بتقراها دلوقتي او اللي بتشوف الناس بتقراها على السوشيال ميديا، اي قصه صغيره، قصه اطفال، يمكن فعلا انت مش عارف تقرا، بس الحاجز هنا مش في لغتك انت او في المستوى اللي وصلت له من الانجليزي. ولو عرفت تتغلب على الحاجز ده، زي ما بنقول كده سيب نفسك والميه هترفعك، هنفضل محبوسين في الخطوه دي الى ما لا نهايه. تاني حاجه واللي برضو تبان بديهيه قوي، انا اغلب اللي هتكلم فيه دلوقتي هيكون بديهي جدا، ابني على اللي انت عارفه. لو انت وصلت لحد ثانويه عامه فانت عندك مستوى ممتاز من الانجليزي، انت بس ممكن تكون راستي شويه او دماغك مصديه، فتبدا تبرانش اوت او تتوسع، تقرا حاجات مختلفه تماما عن اللي انت كنت بتقراه في المدرسه. بس خد في الاعتبار ان انت لازم يكون عندك مستوى من الانجليزي. احنا مش هنوهم نفسنا وهنيجي هنا نتكلم في الفيديو عن ازاي سحريا هتبدا تعرف تقرا انجليزي، لا، انت لازم يكون عندك بيز، لازم يكون عندك علم في الاساس. لو انت ما كنتش بتذاكر كويس او كنت بتهمل الانجليزي عشان ما كانش عليه درجات كتير في الامتحان في الثانويه العامه، فهتحتاج ترجع للكتب دي تاني، هتحتاج تقراها تاني على هداوه كده، من غير بقى الكونسبت بتاع الحفظ اللي احنا كنا متعودين عليه قبل كده. انت هتقرا القصه عشان انت مستمتع بالقصه، عشان انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل. المتعه والاستفاده اللي فعلا بتثبت في دماغك بتكون من هنا. ممكن يكون عندك العلم ده بس انت بقالك كتير مخلص ثانوي، بقالك كتير ما تعرضتش على حاجه انجليزي، نسيت اللي حفظته مش فاكره، هو موجود هنا برضه هتفتكره، بس انت محتاج تحفز ذاكرتك شويه. هتعمل ده ازاي؟ هتبدا تقرا اي حاجه، نبدا من قليل فاعلى. تبدا بالحاجات العاديه، كتب اطفال، هات كتب انت متخيل ان هي للاطفال الصغيرين وحاول تقراها. لو سهله خلاص ندخل في المستوى اللي بعده، لو صعبه خد وقتك معاها، اقراها مره واثنين وثلاثه لحد ما تبدا تحس ان هي بقت ميه بالنسبه لك. استكشف كانك بتخوض في حاجه ما تعرفهاش لاول مره، حاول تعرف نقط ضعفك ونقط قوتك. ما ينفعش ننسى ان انت عشان تتعلم اي لغه لازم تتعلم الاربع عناصر الاساسيه اللي فيها، زي ما تتعلم القرايه لازم تتعلم الكتابه، زي ما تتعلم تتكلم لازم تتعلم تسمع. ان انت تبني لغه على اساس عنصر واحد بس وهو القرايه بيخلي اللغه ككل اصعب عليك، وكمان بتضيع وقت لان انت بتبذل مجهود كبير قوي في ان انت تتعلم جزء واحد، مع ان انت لو كنت عملت كولابوريتيف ايفورت او جمعت الحاجات دي مع بعض وتعلمتها كلها بطريقه ذكيه في وقت واحد، هتختصر على نفسك وقت طويل قوي، وهتلاقي نفسك في الاخر اتعلمت مهارات انت ما كنتش متخيل ان انت محتاجها، بس لما طبقتها ووظفتها كانت في صالحك وسهلت عليك حاجات كتير قوي في حياتك. في كلمات كتير قوي هتعدي عليك مش فاهمها او ما شفتهاش قبل كده او مستغربها، ممكن تترجمها، وده اللي ناس كتير بتلجأ له، ان هم بيبداوا يعملوا كراسه ويكتبوا الكلمات اللي بتعدي عليهم اللي هم مش عارفينها وترجمتها قدامها وبيحفظوها. احنا كده قلبنا اللغه لمنهج، انت محتاج تتعلم الكلمه دي في سياقها معناها ايه، لان ممكن كلمه واحده
واحده تحطها في كذا سياق تبقى بمعاني مختلفه. فاللي بحب ارشحه في النقطه دي ان انت تفهم معنى الكلمه من السياق، ودي بتبقى صعبه في الاول بس بعد كده تدريجيا بتبقى اسهل. زي حتى في العربي اوقات كتير بنقرا كتب ممكن تكون متقنه جدا في اللغه العربيه، بتستخدم مصطلحات قديمه انت مش متعود عليها، ومع ذلك بتفهم المصطلح ده من سياقه في اللغه. فادي نفسك الفرصه ان انت تقرا الجمله، ولو لقيت كلمه فيها مش فاهمها تستنبط معناها من السياق، تقرا الجمله اللي بعدها الجمله اللي قبلها، تحاول تفهم الكونتكست اللي احنا فيه هنا، ممكن الكلمه دي تدل على ايه. لو لقيت الموضوع ده سهل خلاص خير وبركه، كمل على الطريق ده. لو لقيته صعب شويه خلاص دور على معنى الكلمه. كان في مقوله شهيره بحبها قوي، ان الانسان بيقدر يعرف ان الواحد اللي قدامه ده قارئ، لانه بيبقى عارف كلمات كتير قوي ومنها كلمات صعبه بس ممكن يكون بينطقها غلط لان هو اتعلمها من القرايه، ما اتعلمهاش بانه كان بيسمع حد بيقولها. والطريف ان واقع ده على الانسان اللي قدامك بيكون احلى من لو انت بتتكلم انجليش حلو قوي لان انت اتربيت في مكان بيتكلم انجليش او سمعت ناس بتتكلم انجليش كتير حواليك. لا، هو بيبقى عارف ان انت بذلت المجهود ووصلت لده بتعبك انت وشطارتك. الحاجه اللي ممكن تبان غريبه قوي اللي هحب ارشحها ان انت ما تبداش بالكتب. احنا جايين نتكلم عن القرايه، يبقى ازاي ما نبداش بالكتب؟ انت عشان تقرا كويس لازم تكون عارف الكلمات اللي قدامك، وعشان تعرف الكلمات اللي قدامك تكون سمعتها قبل كده فانت فاميليار او متعود عليها، وبالتالي لما تشوفها قدامك في الكتاب هتبقى كلمات مش غريبه لان انت سمعتها قبل كده. فتنميه مهاره السماع قبل القرايه او الاثنين في نفس الوقت في محاذاه بعض تنجز عليك وقت ان انت تقعد تبذل مجهود ووقت مضاعف في ان انت تتعلم كل مهاره لوحدها. فالسماع ازاي تدمج الاثنين مع بعض؟ اتفرج على افلام او مسلسلات. ممكن افلام او مسلسلات انت شفتها قبل كده وبتحبها، شفته بالترجمه العربي قبل كده، فعندك استعداد ان انت لو شفته تاني بالترجمه الانجليزي او من غير ترجمه خالص مش هيكون صعب عليك. لو انت ما عندكش كومفورت موفيز او مالكش قوي في الافلام والمسلسلات، بحب ارشح الافلام المخصصه او موجهه للاطفال الصغيرين. من الافلام اللي ساعدتني جدا في الانجليزي هي افلام باربي، مش بس عشان هي افلام الاطفال واللغه فيها سهله والكلام ده، طريقه كلام الفويس اكتورز في افلام باربي بالذات بسيطه قوي. عارف لو اتفرجت على افلام مثلا لديزني او نيكلوديان هي موجهه للاطفال بس اللغه بتاعتها مش دايما بتكون مباشره 100%، بتلاقي الناس بتتكلم بلكنات مختلفه باكسنتس مختلفه، الكلام مش دايما بيكون واضح والفويس اكتورز مش بيركزوا على ان كل كلمه تطلع مخارج الفاظها واضحه، فكلام كتير هيعدي منك. لكن افلام باربي بالذات شفت منها ان اللغه بتكون واضحه جدا لاي حد عايز يبدا يتعلم لاول مره وبيسمع لاول مره وممكن يكون السمع صعب عليه وبيحتاج يوقف ويرجع تاني، ان الكلام واضح فعلا، انت بتسمعه واضح ومش محتاجه مجهود عشان تستنبط كل كلمه وكل جمله بتقف فين. اتفرج على الفيلم او المسلسل بالسبتايتلز الاول واتفرج عليه بالسبتايتلز الانجليزي، حاول تماتش كده وانت بتسمع الكلام اللي مكتوب على الشاشه للكلام اللي انت بتسمعه. اوقات هتلاقي نفسك متفاجئ ان الكلام مفهوم. بعد ما تكون ضربت نفسك اتفرج على نفس الفيلم او المسلسل بس من غير السبتايتلز بقى، وشوف الريتم بتاعك بقى عامل ايه. هل انت لاحق ومتعود وعارف تفهم الكلام من غير ما تحتاج السبتايتلز وترجع لها تاني، ولا محتاج شويه وقت وتعيد من الاول؟ ابدا صغير، ما تستعجلش قوي على الكتاب اللي انت عمال تشوفه من زمان وبتتعلم انجليزي عشان عايز تقراه. هتفتحه وهتتصدم، هتلاقي نفسك مش عارف تقرا حاجه وهتوقف وهتكتئب وممكن ما تكملش تعليم انجليزي اصلا. ابدا بكتب اطفال، بقصص مصوره، بالكوميك بوكس لو انت ليك في دي سي ومارفل والحاجات دي. القصص دي بتبقى سهله، الصور بتساعد كمان، بتخليك تفهم الكونتكست بتاع الكلام، ولو في كلمه عدت عليك انت مش فاهمها بتفهمها اغلب الوقت من الصوره. بحب قوي ارشح في النقطه دي البينجوين سمبليفايد كلاسيكس. لو حد ليه في الكتب الكلاسيكيه ممكن يكون قراها اصلا بالعربي قبل كده وعارف القصه بيحصل فيها ايه، لو هتقراها تاني بالانجليزي مش هنقرا بقى الروايه الاصليه، مش هنقرا الكتاب ال 900 صفحه بتاع الجريمه والعقاب بتاع دوستويفسكي، ما حدش بيبدا من هنا. انا نفسي لحد دلوقتي لسه ما قريتوش ومش عايزه اقراه بصراحه. نبدا بالمستوى اللي يناسبنا. بينجوين سمبليفايد اديشنز ماشيه بمستويات، من المبتدئ خالص البيجنر اللي ممكن الكتاب يكون كله على بعضه 10 20 صفحه، للادفانسد اللي هو برضو بيكون مبسط عن النسخه الاصليه بس بيكون موضح بقى الحاجات اللي فيها تريكات في اللغه او في المصطلحات او فيها ميتافورز وايحاءات وكنايات والكلام ده. في النص طبعا في طريق طويل، فانت لازم تحدد مستواك من اللغه وعلى اساسه بتختار الكتب المناسبه للمستوى بتاعك. كمان اقرا كميات قليله، ما تستعجلش على نفسك. مش لازم عشان انت كنت متعود بالعربي تقرا كميات معينه في اليوم يبقى لازم تكون بتبدا بالمستوى ده من اول يوم في الانجليزي. اقرا قليل، مش عشان القصه صغيره او فيها صور كتير يبقى انت تعمل لنفسك تارجت مش منطقي ان انت تخلص الكتاب كله في يوم واحد. لا، ابدا قليل، ابدا بصفحه صفحتين في اليوم حتى لو انت حاسس ان دي حاجه عبيطه. بس الواحد دايما بيتحمس في بدايه اي حاجه جديده عايز يعملها، بيعمل كتير قوي وبعد كده بيجي بعد فتره قليله بيحس بالبيرن اوت ان هو مش قادر يكمل ومش عايز يكمل، بيفقد الشغف وبينسى وبيقول انا هبقى اعمل ده بعدين، وبعد كده ما بتكملش وبترجع لنقطه الصفر وبتعيد نفس الروتين ده تاني على كذا مره وما توصلش لحاجه. فليه نعمل في نفسنا كده؟ الكونسيستنسي احسن مليون مره من الكميه اللي انت بتعملها. لو انت قريت صفحه واحده في الاسبوع اللي هو ممكن يكون بالنسبه لك حاجه عبيطه جدا، يعني انت قريت صفحه واحده في الاسبوع يبقى في السنه
السنه كام 50 صفحه، بس هتقارن دي بلو انت مثلا قريت 50 صفحه الاسبوع ده وكسلت بعدها شهرين 3، فلازمتها ايه؟ لو بتدوروا على ترشيحات كتب عايزين تبداوا بيها، لو عايزين تبداوا قرايه انجليزي، انا كنت عامله فيديو حطيت لكم اللينك بتاعه فوق، بس ده كان السيريز لو حد عايز يبدا سلسله. ان شاء الله قدام هعمل فيديو للستاند الونز كمان، الكتب اللي هي كتاب واحد بذاته ممكن تقراه ومش محتاج تقرا كتب تانية. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب بقى عشان لما الفيديو ينزل يجي لكم نوتيفيكيشن بيه. نقطه بديهيه تانية، اختار بحكمه، واظن دي انتوا عارفينها من قرايه العربي كمان. يعني في بدايه الانجليزي الاختيار بحكمه مش بالضروره يكون اختيار حاجه انت بتحبها او مايل ليها، لان انت ممكن تكون من الناس اللي بتحب تقرا الابيك فانتسي، الفانتازيا الشديده التقيله اللي فيها احداث. قريت مثلا صراع العروش او مملكه الخواتم وعايز حاجه بنفس المستوى ده، مفيش حد بيبدا بالابيك فانتسي. في ناس كتير بتقعد عشرات السنين بتقرا فانتسي عادي عشان مش عارفه تبدا ابيك فانتسي، فمش هنروح احنا نبدا بابيك فانتسي من اول يوم. لو اصلا حاسس ان الفانتسي كجونرا صعب عليك في البدايه، شوف جونرا تاني، ابدا بحاجه عمرك ما تخيلت ان انت ممكن تقراها. رومانس مثلا، الرومانس والكونتمبراري من اسهل الجونرز اللي موجوده دلوقتي. حتى لو انت مش متقبل فكره ان انت عايز تقرا رومانس مش ممتع بالنسبه لك، بس انت لازم تعدي بحاجات مش ممتعه بالنسبه لك عشان تعرف توصل للي ممتع بعد كده. قرايه الرومانس ممكن تكون غلسه شويه دلوقتي، بس هي بتعلمك وبتفيدك حتى لو انت مش حاسس، حتى لو انت بتقول ايه اللي انا بقراه ده، انت بتتعلم تدريجيا لحد ما هتوصل لنقطه هتفتح كتاب فانتسي وهتلاقي نفسك عارف تقراه من غير ما كنت حاسس اصلا. نصيحه بديها لكل الناس اللي عايزه تقرا في العموم، مش بس اللي عايزه تقرا انجليزي بالذات، ان انت تقرا كتاب مستوحى من فيلم او مسلسل انت شفته قبل كده او بتحبه، عارف احداثه، فالبيئه مش هتكون جديده عليك، كانك بتغش في الهوم ورك بتاعك، انت شفت الحاجه دي قبل كده فعارف الاجابه هتكون ايه. او كمان ممكن تقرا النسخه الانجليزي من كتاب مترجم انت قريته قبل كده، بلاش الكلاسيكس لان الكلاسيكس ليها طابع معين ومكتوبه بطريقه معينه فهتكون صعبه في العموم، لكن الكتب المعاصره اللي منشوره في الفتره القريبه دي لغتها اسهل شويه. حاجه ممكن تبان غريبه بس هتساعدك قوي في ان انت تتعلم كذا عنصر من اللغه في وقت واحد، الاوديو بوكس. مش بس عشان تتعلم اللغه، بس الاوديو بوكس بتخليك تلتزم. لما بنقرا حاجه صعبه علينا ممكن دماغنا بتوندر او بتسرح، بتروح في حتت كتير، ممكن تلاقي نفسك بعد شويه تقرا في نفس الصفحه او في نفس الجمله عمال تعيد وتزيد فيها في دماغك وانت مش مركز. الاوديو بوك في حد بيقرا لك او بيقرا معاك، فهو بيجبر عينك تتحرك، بيجبر دماغك تفضل شغاله عشان تمشي معاه عشان تواجهه وتعرف تفهم اللي بيحصل بدل ما تسرح، فده بيساعدك على الكوميتمنت او الالتزام. والبونص اللي معاه كمان انه بيعلمك ازاي تسمع بالانجليزي وتفهم الكلام اللي بتسمعه اسهل. لو انت اتعلمت مهاره السماع مع مهاره القراءه، مش بس هتتاح لك ان انت تقرا كتب بالانجليزي، ده انت هيتاح لك ان انت تشوف افلام ومسلسلات وفيديوز على اليوتيوب ونشره الاخبار وتقرا مقالات وتسمع ناس في التلفزيون، او حتى في الواقع لو قابلت حد في الشارع هتعرف تتعامل معاه بسهوله وهتعرف تفهمه وتتواصل معاه وتديه المعلومه اللي هو محتاجها. بعد ما تخلص كتاب حتى لو كان صغير، دور على جوجل على سامريز او اكسبلانيشن للكتب، ملخصات صغيره، ده زي اكسرسايز كده بيخليك تقرا تاني، بس بتقرا في محيط او في مجال انت عارفه وكنت فيه، فالكلام مش هيكون جديد، هو بس مرصوص بصوره جديده، فده بينشط دماغك وبيثبت الكلمات الجديده اكتر فيها. المشاركه، الحته الانسانيه او الادميه جدا فينا، الانسان بطبعه مشارك، او اغلب الحاجات اللي بيعملها بيحب يشاركها مع الناس ويعرف اللي حواليه ويتكلم عن الحاجه اللي هو بيحبها بشغف. فرحته بمشاركه الحاجه ممكن تبقى اكبر عليه من فرحته بالحاجه اللي عملها نفسها. البادي ريدنج، انك تقرا كتاب مع حد، تتعلم مع حد قريب منك، تعلوا مستواكم في اللغه، هيبقى ممتع ومسلي اكتر من ان انت تعمل حاجه دي لوحدك. البوك كلوبز او البوك جروبز، في ابلكيشنز دلوقتي بقت مخصصه مخصوص ان هي تعمل بوك كلوبز. فيبل من اقوى الابلكيشنز في الموضوع ده وناجح جدا حاليا. المجتمعات، حاول تدخل نفسك في مجتمعات القراء، ده هيشجعك، وكمان هيكون في جزء صغير كومبيتيتيف كده، ان انت هتحس بتنافسيه بينك وبين اللي حواليك، هتبقى عايز تبقى احسن منهم او اشطر منهم او تسبقهم في اللي انت بتعمله، فده هيزقك شويه من لو انت بتعمل حاجه لوحدك فمفيش حد بيحاسبك، انت بتحاسب نفسك، واغلب الوقت لما بنحاسب نفسنا ما بنفلحش. اخر حاجه اقولها لكم النهارده ان انتوا تدوا نفسكم وقت، تكون هادي ورحيم على نفسك، ما تستعجلش الحاجه، هي مش هتيجي من يوم وليله، ممكن تبدا بسرعه قوي في الاول وتلاقي نفسك عديت مستوى رهيب، وبعد كده بيبقى فيه البلاتو اللي بتقف عنده وتحس ان انت مش بتستفيد او مش عارف تعلى اكتر. ما تنهزمش وتقف عند النقطه دي، لان ناس كتير بتقف عندها وما بتكملش. كافئ نفسك اول باول، كل ما تعدي
مستوى او توصل لمرحله معينه كنت عايز توصل لها من زمان، ادي نفسك حاجه انت بتحبها. في المستقبل اللي ان شاء الله هيكون قريب، لما تلاقي نفسك بتقرا من غير تفكير، او عرفت توصل للكتاب اللي انت قبل كده كنت بتشوف انه صعب قوي ومستحيل هتعرف توصل له، او بتسمع الاوديو بوك من غير ما تمسك الكتاب وانت ماشي في الشارع او بتعمل حاجه بدل ما كنت مشغل اغاني، لما تلاقي نفسك بتسرع الاوديو بوك او فيديو اليوتيوب على 2، هترجع تبص على الايام اللي انت كنت لسه بادئ فيها، بس مش هتفتكر المشاعر الوحشه اللي كانت مصاحبه ده والفرستريشن والضيق والزهق، هتفتكر بس الذكريات الحلوه، الحاجات اللي انت اتعلمتها، المايلستونز اللي وصلت لها. وفي النهايه هتبقى راضي ومبسوط عن نفسك واتعلمت مهاره هتخلي حياتك اسهل بكتير. انا اريج، اتبسطت قوي اني كنت معاكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشنز عشان لما ينزل فيديو الترشيحات تعرفوا توصلوا له، واشوفكم الفيديو الجاي.